قال يا رب أين أبغيك؟ قال عند المنكسر قلوبهم من أجلي، فإني أدنو منهم كل يوم باعا، ولولا ذلك لانهدموا من شدة الشوق. 10 سنين سفرا لنبحث عن الله، وهذا سؤال من لم يعرف الله. أقول لأخي هذا دله الله عليه، أنت لم تعرف الله، لم تفهم أصلا ما هي المعرفة. أنت تتحدث عن العلم، العلم شيء والمعرفة شيء آخر. انتبهوا، العلم شيء والمعرفة شيء آخر. المعرفة طور وراء طور العلم، هي التحقق أيها الإخوة بصدق ما علم وبشكل فردي. المعرفة ذات طابع خصوصي. مثلا كلنا يعلم أن الله تبارك وتعالى قدير على كل شيء قدير، كل مسلم يعلم هذا، كل مسلمة تعلم هذا. لكن العارف جرب هذا وذاقه وعرفه، جرب، دخل في تجربة معينة لا يقدر على أن ينجيه منها إلا رب العالمين. قطع به، الأسباب مقطوعة، كل الأسباب مقطوعة، لا سبيل، لكنه استغاث بالله، فأخذ الله بالأعين والأسماع أيها الإخوة والأيدي والجوارح والآلات عنه. هذا مقام عرفان. فالآن عرف أن الله على كل شيء قدير، عرف بعدما علم. كم منا أيها الإخوة من يجهل هذه الحقيقة، حقيقة أن الله على كل شيء قدير؟ لا أحد، لا أحد، لا أحد، الكل يعلم هذا، لكن نسلك وكأنه لا يقدر على شيء، أليس كذلك؟ ترتعد فرائصنا من فرقنا إلى قدمنا أيها الإخوة أمام اختبار بسيط، وكأنه لا ذوق لنا ولا ذرة من الثقة بقدرة الله. لماذا؟ لدينا علم وليس لدينا عرفان، ليس لدينا معرفة. يقول أحدهم: رأيت أبا إسحاق إبراهيم ابن أدهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذات عام في موسم الحج، وكنت أرقبه لأنه سيد الأولياء في عصره. هذا كان ابن ملك من ملوك الفرس أيها الإخوة في بلاد فارس، طبعا مش ملك على كل فارس، على قطاع معين، كما نقول محافظة، إقليم، ليس ملكا على فارس كلها. وكان أميرا، وكان مسرفا على نفسه، متوسعا في اللذائذ والدعة والشهوات. وذات يوم أيها الإخوة كأنه نودي في سره، الرواة يبالغون يقولون سمع بأذنه، غير بعيد على كل حال، لا، هذا نداء السر: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فنزل عن فرسه وكان في ريحة قنص وصيد، قال: بلى يا رب، قد آن. وخلع لباسه مباشرة من فوره، وأخذ لباس أحد الخدم فلبسه، ثم ترك أهله وأباه وأمه وزوجه وولده، وساح في الأرض إلى أن لقي الله ولم يعد إليهم، يطلب وجه الله تبارك وتعالى. كان مسلما وكان موحدا، لكن ما عرف الله، ويصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويستمع إليه، لكنه في حال له عجيب كشأننا تقريبا إلا من رحم الله منا. نصلي ونصوم ونبكي أحيانا ونقرأ القرآن، بل نحفظه، منا من يحفظه ويحفظ الأحاديث، ولكن نكذب ونغتاب ونحقد ونحسد ونغش أيها الإخوة، ونلهو ونغفل كثيرا وننسى كثيرا. ليس لدينا تعظيم الله حقيقي، ولا خشية حقيقية، ولا رجاء حقيقي، ولا اعتماد، ولا توكل، ولا ثقة، ولا شوق، ولا محبة، ولا هيام، ولا مساكين. إذا نحن ما حظنا نلعب بمصائرنا، هذا هو. فخرج، قال: فرأيته في الطواف يطوف بالكعبة شرفها الله وزادها مهابة وبرا، ويطيل النظر إلى غلام صغير صبوح وضيء حسن الوجه. استغربت هذا ليس من دأب السالكين، فضلا عن العارفين، إنهم يتجنبون فضول النظر، اجتنابهم فضول السمع والكلام والأكل، هكذا. قال: فقلت له: يا أبا إسحاق، رأيتك تديم النظر وتطيله إلى هذا الغلام، فما شأنه؟ قال: فبكى استعبر وقال: يا أخي، هذا الغلام ابني، عرفه، وهؤلاء وهؤلاء هم خدمي وغلماني، ولولا شيء بيني وبين ربي لأقبلت عليه وقبلته. من بضع سنين لم يره، مشتاق إليه، لكن بينه وبين الله عهد. فامض إليه واقرأ عليه مني السلام. قال: فمضيت إليه سريعا وقلت: يا بني، أبوك يقرأ عليك السلام. قال: أين أبي؟
وضج، فأشرت إليه فجاء، فمنعه الخدم بأمر إبراهيم بن أدهم، قال امسكوه، وسلم على أبيه فرد عليه السلام، ثم أمر بصرفه فصرف. قال ومضى إبراهيم يبكي وأنا أبكي معه يقول هجرت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. هجرت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. قل لي أخي السائل، هذا هو. هؤلاء يا أخي الفاضل وإخواني وأخواتي يطلبون وجه الله، يطلبون عرفان الله، المعرفة، الحق.